مين اكتر يوتيوبر في العالم العربي بيعمل فلوس طيب. ككونتنت كريتور؟ كونتنت كريتور. طيب احنا ما عندناش طبعا اكسس للارقام، حلو. ولكن في عندنا حاجه اسمها سوشيال بليد، موقع كده اسمه سوشيال بليد، بنخش عليه بنجيب الاستيميتد نمبر اوف ريفينيو كل شهر. طيب حلو. اشرح للناس بس يعني حاجات مقربه يعني بالتقريب. تتراوح تقريبا من بالظبط كده. هو طبعا اولهم ابو فله طبعا، أكيد. ده رقم واحد أكيد. مفيش كلام في الوطن العربي. في بقى نور ستارز، في اللي هو الدايلر، في التمساح، في ناس كتير كرييتورز كده موجودين. دول بيجيبوا ليه بقى؟ لان هم في السعوديه في الدول العربيه قريبا السي بي ام عالي. سي بي ام عالي. قريبا CBM هيبقى عالي. سوشيال توكس. طيب ادينا بس اختصار عشان الناس تبقى عارفه اكتر ايه السي بي ام بالظبط. طيب السي بي ام كليك بير ميل، يعني سعر ال1000 مشاهده على قناتك. حلو. تمام. مم. بتختلف من دوله للتانيه على حسب يعني من اللي عرفناه من تيم جوجل استقرار الدوله دي عامل ازاي. فالدول العربيه زي السعوديه والامارات الدول دي كلها سي بي ام فيها كويس. مصر للاسف بيبقى نص دولار، لو القناه قويه جدا بيوصل 2 دولار بالعافيه. ففي الدول العربيه الثانيه طبعا بيوصل 5 و6 و7 دولار، فطبعا ده هايل. يعني انا لو 1000 مشاهده بس هتجيب لي 6 دولار، متخيله؟ فانت لو عامله مليون مشاهده حلو. اضربي بقى فهتلاقي رقم كويس. يعني ممكن يعني 100,000 مشاهده من الخليج ايوه زي مليون مشاهده من مصر. بالظبط كده، الله ينور عليك. يا مظبوط. ساتر. عندنا دول كتير في المنطقه العربيه زي مثلا الامارات سي بي ام فيها عالي، السعوديه من السي بي ام العالي، في كمان الكويت سي بي ام عالي. الدول الخليج يعتبر معظمها السي بي ام فيها عالي. شمال افريقيا شمال افريقيا دايما بيبقوا اقل شويه بالظبط. الجزائر، تونس، المغرب، كندا برضو عاليه، امريكا طبعا عاليه جدا. امريكا طبعا من الدول العاليه جدا، بس للاسف في مشكله في امريكا ان احنا بتسحب ضرائب، بتاخد ضرائب. القانون الجديد بتاع يوتيوب قال لك هناخد منك 15% ضرائب على مشاهدات في امريكا. اوف كتير قوي. بالظبط كده 15%، لازم تكون حتى ماضي فورم عشان الضرائب دي ما تبقاش 30%. كمان فهي بتبقى 15% بياخدوها، بتقتطع من المصدر. بيحسبوا كام جبت فلوس من امريكا، مثلا جبت $100 بخصم منه 15% واديك الباقي. اوكي. فده بالنسبه للحسبه بتاعت الفلوس. يعني انا لو استعملت الفي بي ان مثلا علشان النسبه تبقى اعلى، كل ده كان بيعدي من 8-9 شهور بس. خلاص التيم بتاع يوتيوب التكنيكال تيم قفش الثغره دي وخلاص وحلها، ومفيش حد يقدر يعمل موضوع الفي بي ان. يعني لو انا بعمل فيديو مثلا في مصر وشغلت الفي بي ان ان انا في الامارات عشان السي بي ان بتاعي يبقى عالي، هيعرف ان الفي بي ان اصلا ممنوع، مجرم اصلا عند يوتيوب، ممنوع استخدامه. اوف. ممنوع اصلا استخدامه، بيسميه كليك بيت او سبامرز او بالظبط سبامينج على المحتوى. وكان في ناس عملت منها فلوس حلوه، بس خلاص الموضوع يعني كان ممكن عادي ان هو في مصر ويعمل في بي ان ان هو في الامارات. بالظبط كده. كان ممكن يعمل ده، بس فدي من الحاجات برضو المحظوره اللي بنبه على الناس اللي ما حدش يعملها خالص، لان هي ممكن تضيع القناه كلها. حاجات كتير بقى، ايا كان مشاهداتي قويه، ايا كان القناه عليها صح فولورز كتير، الكلام ده بقى اللي هم بيستغلوا القنوات الكبيره ان هم ياخدوها او يسرقوها وات يعملوا فيها ايه ويجيبوا عليها المشاهدات دي ويسحبوا الفلوس. فهي عصابه كده كانت بتعمل الموضوع ده، بس الموضوع ده خلاص يعني ما بقاش ليه جدوى خالص دلوقتي.